إسماعيل تقدم يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا نهر يجري في حالي غير لي أحوالي يا عشاق بتجمعنا بالحب ساكنها بالحب سكناني اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان ولد مجدع فتوة حقاني اللي بنى مصر كان شهم وجريء وشهمته عجباني اللي بنى مصر كان صنايع شاطر بيحب صنعته ساحر وحاوي اللي بنى مصر كان أستاذ ومتعلم وفيلسوف وحكيم طبيب جراح يجرح وبيداوي اللي بنى مصر كان فارس شجاع بيحبها ولأجلها بيضحي بالعزيز والغالي هم دول ولاد مصر عشاقها وحبايبها ومصر دايما هتبقى فوق في العلالي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي عاشق وغاوي حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هتحكي لنا إيه النهاردة يا جدو؟ عظيمة يا مصر دائما وترابك تبر ودهب وأنت عندنا بمنزلة الروح وأكثر نفديك بالغالي والنفيس بالولد وبالأخ بالأم وبالكل فأنت الكل وفوق الكل مع نساء أكتوبر ومع عيد النصر عيد استرداد الأرض والكرامة نلتقي مع فارس من فرسان الوطن ورجل من رجالها لن يتكرر إبراهيم الرفاعي مع الأستاذ الشاعر خضر إسماعيل. تفضل أستاذ خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بالسادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين والمحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. معكم نقف اليوم لنتذكر شهدائنا الأبرار وفرساننا الذين حققوا النصر والانتصار. معكم نقف اليوم إجلالا واحتراما وتقديرا لهؤلاء الرجال الذين دفعوا حياتهم رخيصة من أجل عزة مصر ونصرها، من أجل استرداد الأرض التي هي عندنا بمثابة العرض والروح، من أرض استرداد الكرامة المصرية لترتفع الراية المصرية دائما عالية في عنان السماء. ومن كل هؤلاء نتحدث اليوم عن رجل أسميه أنا رجل بأمة. نعم، هو رجل بأمة. نتكلم اليوم عن بطل المعارك وليست المعركة، بطل الملاحم الكبرى وليست الملحمة، عن رجل كل وقت وكل ساعة، عن رجل هو القائد الذي عبر معنا الزمن والحدود ليحقق لمصر الأمن والأمان ولعزتنا الوجود، مع رجل دفع حياته ثمنا لهذا الوطن بعد أن تشرف الوطن بأنه حمل هذا الابن من أبنائه فوق ترابه وفي بطنها. تشرفنا به وتشرف الوطن به، مع هذا الرجل العملاق الكبير الذي صنع المعجزات وحقق البطولات وأرعب الأعداء وجعلهم يرتجفون حتى في مخادعهم خوفا وقهرا، مع إبراهيم الرفاعي. مع إبراهيم الرفاعي قال له التعابين طلعت، قال له روح هات لها الرفاعي. هكذا كانوا يقولون. إبراهيم الرفاعي ذلك البطل الفز الذي خرج من مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية من عائلة عسكرية، فكان جده أمير لاي، من عائلة وطنية، ليكون ابنا من أبناء القوات المسلحة المصرية، رجل من جند الله، من جند مصر الذي قال عنها المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: فإنهم في رباط إلى يوم القيامة، أنهم خير أجناد الأرض، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة. إبراهيم الرفاعي ذلك الفتى الرائع، ذلك البطل الرائع الذي عاش عمرا قصيرا لكنه ملأ الدنيا حركة وانتصارا وبطولات وأمجاد. ولد 1931 وتوفي 1973. استشهد ولم يتوفى، استشهد فهو حي عند ربه يرزق، أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو إبراهيم الرفاعي. ملاحمه لا تنتهي، معاركه لا تنتهي. 1956 كانت بداية الملحمة، معارك ضد العدوان الثلاثي. عاشق الحرب وإدارة الحرب من وراء العدو، من ظهر العدو، يأتيه من ظهره، يكون خلف قوات العدو ليحدث بها الخسائر الجسيمة ويدخل إلى قلوبها الرعب. 1956 أراد الرفاعي أن يكون سندا لشعب بورسعيد، لأبناء بورسعيد، أراد أن يكون معهم حيث العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد. اسمع وفكر يا أخينا، 3 دول على مدينة. اسمع وفكر يا أخينا، هو الكنال ده في أراضيهم ولا احنا واخدينه منيهم؟ جت قنبلة وضربت فيهم، واللي ضربها
رئيسنا جمال. قطعوا المياه وكمان النور، سدوا الكنال وما عادش مرور، والعيشة صبحت ظلم في زور. 7 ليالي بصبحية في بورسعيد الوطنية. انطلق البطل إبراهيم الرفاعي مع أبطاله بورسعيد، مع أبطال مصر من الفدائيين، ليقلق مضاجع الأعداء الفرنسيين والإنجليز واليهود، ويلقنهم الدرس تلو الترس. ويظل البطل في ملاحمه وفي معاركه حتى يتحقق النصر، وتنسحب تلك القوات المدحورة من بورسعيد في 23 ديسمبر، ليصير هذا اليوم يوم عيد النصر في مصر كلها، ثم يتحول بعد نصر أكتوبر إلى عيد قومي لمدينة بورسعيد الباسلة. تلك كانت أول محطات إبراهيم الرفاعي، ثم تأتي بعد ذلك ملاحمه الكبيرة ومعاركه الكبيرة هناك في أرض اليمن، حيث كانت القوات المصرية تحارب بجانب ثوار اليمن من أجل تحرير اليمن من الاستبداد والعبودية ومن الرق، وإعادة الحرية لهذا الشعب الكريم شعب اليمن. ويتألق البطل، يتألق هذا الرجل هناك ويقدم التضحيات والبطولات ويحقق. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي الأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبالربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبالربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنى وبالمدفع. وكان وياما ياما كان وياما ياما كان جنة البلدان تاج راس الزمان مليانة حكاوي. كان وياما ياما كان جنة البلدان وتاج راس الزمان مليانة حكاوي. راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان. راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان. وكان وياما كان في كل يوم جدي يحكي لنا حكاية حلوة ولا الأحلام حلوة ولا الأحلام. وكان وياما كان وكان وياما كان. حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل.